يتقال لي يا طرمه، قال انا طرمه، انا كبرت في السن، جبت اللي هينضف وداني عشان اعرف اسمع كويس، عشان اتسلط على الجيران. كده اوطي صوتي بقى طول ما انا جوه. بالظبط، بعد ما انضف وداني لازم توطي صوتك. المهم دلوقتي هنشوف ايه هتنضف البتاعه دي ولا لا. ما بتلسوعش ولا سخنه، بس انا حاسه هنا حاجه عماله تقول سامعين حاجه؟ لا صح؟ اكيد لا. حاسه ان انا بشرب ودني. بص ودني هتعمل دماغ كده دلوقتي. بص عامله ازاي. دي بتعمل دماغ هلوسه في الودان. بتدخل على المخ. 33 سنه ما اتنضفتش الودن دي. حاسه ودني بتصفر. كميه الشمع. ولعنا التانية. محدش شاب بق يا جدعان، اصله كان عايز يشرب قهوه. تنزل لتحت بجد؟ ماليش دعوه، هم محددين يبقى تطفي لوحدها. خلاص بقى اطفي. هم لا المفروض تطفي. انا مش بقرفكم والله العظيم، مش بقرفكم، بس عشان اوريكم ان في حاجات في حياتنا لازم تتنضف، زي الناس اللي بنطلعها من حياتنا، زي الودان اللي بننضفها بعد ما سمعنا وسخت الودان كتير. فاحنا لازم نطلع ده من وداننا عشان نسمع جديد بقى. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هو بيطلع احمر كده، هو المفروض اصفر يعني. انا هوصف لكم ايه، بس احمر كده علشان ده باللافندر، فبيحاول الشمع شكله لطيف يعني. كل ده وانا عجوز ما طرش. ليه